كل اصحابها بالكامل اتجننوا زي ما انتوا شايفين كده، وقال انت بوظت العربية دي، حرام عليكي، دي كانت شكلها زي الفل. بس البنت دي بقى خريجة بقى فنون جميلة، قعدت بقى تفنن في العربية. انت عارفين حب البنات في العربيات، وبتحب تخليها شكلها بناتي كده وكيوت وصغيرة مع نفسها. وهي العربية شفناها دمها خفيف، بس اللي حصل في العربية ده غير متوقع بالمرة، بهدلت شكلها خالص. المهم خلينا نركز، جابت جميع أنواع البوهية وحطيتها على العربية، هي عاوزاها بطريقة معينة تخطر كده، ما تخطرش على بال حد. المهم تعبت ونامت شوية، وبعد ما صحيت قامت تكمل برضو، يعني ما ها هو فاكرين اللي هي تسكت؟ لا، قعدت بقى تجيب بقية الألوان وتحط عليها. طبعا كل أصحابها سابوها ومشوا. طبعا هقول لك إيه ده يا عم اللي هي عملته في العربية دي؟ بوظت العربية. الغريب اللي أنت هتشوفه في آخر الفيديو عمرك ما كنت تتوقعه. المهم قعدت تجيب الألوان وقعدت تحط عليها كده وتزينها كده وتنورها كده وتحطها كده وتنور كده، وتشوف المنظر عامل ازاي، لدرجة إن صحابها نفسهم شافوا العربية بعديها. قال لك ايه الجمال ده، وجي اخدوا صورة اخدت بعضها وقلبت، وقالت مفيش حد هيتصور جنبها.